يا ضارب العود علق دمعتي وترى إن المواويل أنثى أنجبت قمرا ودللته ونامت قرب ضحكته وأرضعته دموع العين والسهرا. يا ضارب العود لي حزني ولي قمري ولغناء الذي لا يشبه الغجر لصوت مسعود من ميسان يهتف بي أيها الولد المكدود كن حذرا. حياكم الله مشاهدينا الكرام وسهرة أخرى ولقاء آخر من حوار ونغم. سهرتنا لهذه الليلة تختلف تماما حقيقة. اليوم ضيفنا إلى ثقل بالعراق والوطن العربي لما قدم من منجز إبداعي كبير على مستوى الأغنية العراقية، بالإضافة إلى الجمل اللحنية المهمة اللي في بعض الأحيان نتساءل إلى أي جيل تنتمي. هاي المدارس المهمة اللي قدمت من ملحنين كبار ومطربين، فنستحق أن نذكر في هذه الحلقة ونقول المطرب العربي مهند محسن في حوار ونغم. مساء الخير أستاذ مهند مساء الخير ونورتنا. عليك، شكرا على هذا الشعر الحلو، على هذه المقدمة الحلوة. أقل من استحقاقك. تسلم، شكرا. أولى الخطوات تكون في بعض الأحيان قابلة للتشبيه في دخول الفنان في أي مجال أو أي شخص مشهور. كانت البدايات تسمية بعض الماشيتات بظهور الطفل المعجزة. 7 سنوات. نعم. تختلف تماما. 7 طبعا 7 تقريبا أقل، يعني حتى 6 وبديت يعني إنه 6 وبعدين 7. ما شاء الله الخشب يمنها من دق الخشب. هاي ال7 سنوات مهمة. ايش تتذكر أول خطوة بهذه الخطوات كانت؟ طبعا تفاصيل كثيرة. طفولتي يعني غزيرة بالأشياء الممتعة والحلوة، لأن احنا جينا جيل يعني كان حتى الظرف والمناخ كان مهيئ انه المواهب يعني المواهب انه اكو ممكن تصير. وهذا جزء من فرص الفنان لما يجي في ظرف معين في كل التفاصيل، في كل المجالات. الفرصة يعني الوقت لما يجي فنان أو أي شخص يعني بكل المجالات. الظرف كلش مهم أن يخدم طبعا. يعني أنت إذا تجي بظرف مو زين هاي هم مشكلة. مع العلم أنت عندك مواهب وعندك كذا وكذا، بس الظرف مو زين. فالحمد لله احنا يعني أنا بالذات بالنسبة إلي جيت في ظرف كنت يعني كان مهيئ أن اخلي هاي الطاقه انه يعني تتكلل بنجاحات واشياء حلوه، وهذا من حسن حظي يعني. دخولك لهذا الاستوديو في مبنى الاذاعه والتلفزيون، انا كل السعيد طبعا. انا ارد احكيها لان يعني بقلبي هي كل السعيد. اول ما وصلت للاذاعه والتلفزيون يعني عندي ذكريات كلش حلوه، ويعني مش قد ما احكي لك ما اوصف. حسيتك من دخلت قلت عطر المكان. اي عطر المكان لحد الان يعني في بالي هاي الريحه مال الحدائق الجميله مال العراق مال بغداد. انا كل السعيد لان شفت هذا الصرح العظيم اللي قدم مبدعين كبار بكل المجالات، من تمثيل، من مطربين، من كل المجال، كتاب، شعراء. كل السعيدة اليوم. وشعوري يعني شلون واحد يقول، مثل ما نقول احنا بالعراق نقول ما اعرف شنو اوصف الحالة اللي اني بيها بصراحة. اشوف لمعة بعيونك وانت تستذكر هذه الذكريات وتقول اشم العطر وتحسس المكان طبعا، وتذكر الاسماء والمبدعين طبعا اللي موجودة. يخليني في تساؤل. الكثير يعرف بان الاذاعة والتلفزيون كان من يدخلها ويسجل مطرب، مو أي واحد يدخلها. طبعا. هل صادفت هذه اللجان الكبيرة لفحص النصوص؟ اي كان صعب. كان صعب انه انت تدخل، ولجنة مو سهلة يعني. يعني انا مثلا لجنة مثلا طالب قرغلي، ياسين الراوي الله يرحمهم طبعا، هذول كبار فنانين كبار، ومحمد نوشي الله يعني فنانين كبار. يعني انا صغير يعني عمري 16 وجيت اختبر بهذا المكان يعني اللي احنا هسه بيه. فصعب هذول شلون يعني تخترقهم، شلون تقنعهم. والحمد لله يعني قدرنا. غنيت لهم في هذه الذاكره يعني، اذا ان شاء الله الذاكره تكون بخير. لا طبعا هاي الذاكره اشياء بس هاي الذاكره شنو اللي دخلت بيه باي اغنيه وقابلتهم؟ انا كنت يعني جيت تعرف احنا يعني بالبدايه ما عندنا توجيه يعني احنا
انا الحمد لله يمكن عاصرت كبار الفنانين، صح. بس خدموني بالخبره بس ماكو هذا التركيز مثل هسه. يعني انت تاخذ معلومه تخليها، بس ما تخليها يعني اساس عندك. صح. فاني غلطت بسالفه لما اختبروني الاساتذه الكبار، طالب قرغلي ومحمد نوشي وياسين الراوي، وكان بعد ما اتذكر منه، ما اتذكر. فاني قلت هاي الحاني، هاي غلطت اني طبعا ممكن الارتباك يخلي. لا غلطت، لين ما يصير اقول انا ملحن. اها. يعني 16 سنه 17 سنه ملحن صعب، يعني شلون طبعا. يعني انت جاي مطرب لا تقول ملحن، احنا نلحن لك. صح. هيك الفكره يعني. فقلت انا ملحن، فهم يعني مثل اللي صار يعني رده فعل، شنو 16 لحن وهم كبار يعني فنانين. ايش لحنت بالبدايه؟ لحنت هوايه، وطبعا لا هو لحن الدخول اللي كان العود بيدك هو ودخلت هو اللجنه. اول لحن انطاني اياه الشاعر الكبير ووجه له تحيه محمد المحاويلي، طبعا تحياتنا له. ابو نصير الغالي. انطاني اغنيه كافي ولا تزيد يا الله. مسافر بعد. مع العلم انا كنت صغير وطاني هذا النص. انا استغربت ليش طاني هذا النص، بعرف. البعض المراقب للشأن ومتابع لمهند محسن يقول بأن محمد المحاولي هو الذي دفع مهند محسن بأن يكون ملحن. طبعا هو والفنان الكبير طبعا، القامة الكبيرة جعفر الخفاف. تحياتنا ابو أديب. طبعا هم بالبداية يعني هم اللي يعني شلون يعني خلوا في بالهم انه هذا راح يصير ملحن. وهذا يعني انا كلش اشكرهم عليه يعني. احنا نقدر نستذكر لو نتعبك اذا قلنا لك على العود نسمع اللحن اللي دخلت به للجنه. صعب؟ لا مو صعب، لا بس يعني يا ريت استذكار حتى المشاهد يستذكر هذه اللحظات بمقابله لجنه كبيره. هواي ما مغني. ايه. كافي ولا تزيد يا مسافر بعيد. كافي ولا تزيد يا مسافر بعيد، لو ينفع عتاب أسأل عالجواب، لو ينفع عتاب أسأل عالجواب. الله يا جمالك وإحساسك. هذا اللي يخلينا نقول بأن دخول لطفل معجزة قالوا في بدايتها، وهو التشبيه بجورج وسوف. بداياته أيضا بدأ بنفس العمر، عمر صغير، وولادة مطرب على فكرة وملحن. هذا الشيء اللي كان هو مؤثر بالوسط الفني العراقي. أتساءل اليوم، ذكرت بالمقدمة قلت نحير نقول إلى يا جيل، بديت بالثمانينات؟ اي بالثمانينات انا كنت طفل. بس انا لما اشتهرت يعني صرت انه يعني كشاب بال90 91 يعني بدأت الشهرة الحقيقية، النجومية الحقيقية. اي يعني بال 82 83 كنا نغني اغاني وطنية يعني للوطن وهاي الاشياء، ويعني بس مو هاي النجومية، انت طفل يعني. النجومية دائما تكون يعني لما يكون شاب يكون عنده جمهور وعنده. بس انا بديت يعني هسه دائما الناس يقولوا لي اكو يعني ناس يشوفوني بالشارع، احنا كنا صغار نسمعك، قلت لهم يابا مو انا هم صغير وبديت فانتم حبالكم انا كبير وبديت. هذه القضية تخلينا في تساؤل، منو عرابك الحقيقي؟ عراب مهند محسن حقيقي مو واحد، اكثر من عراب يعني اكثر تقريبا. يعني اولا العراب الاول هو الاستاذ فاروق هلال. الله تحياتنا استاذ فاروق الكبير، يعني القامة الكبيرة، الفنان الكبير. يعني فادني مو بس فنيا، مو بس مهنيا كفن، فادني كفكر كتصرف
حتى السلوكيات، حتى اشياء تعلمنا منها هواي. وطبعا الاستاذ الكبير الله يرحمه يحيى الجابري، الله يرحمه، طبعا هم فادنا كثير وعلمنا كثير. وانا يعني هواي ناس بصراحه علموني، وانا اشكرهم يعني. بس يصير فرصه انه نذكرهم طبعا. يعني انا قبل كم يوم انا شفت لقاء وياك ويا حضرتك مع الكبير احمد نعمه. تحياتنا طبعا استاذ احمد. طبعا احمد نعمه يعني يعني انا اعتبره استاذي بالغناء وعلمني كثير بالمقامات. يعني فوجه له تحيه الكبير احمد نعمه. يعني انا كلش عجبني لما استضافته. فالشيء كبير اقل من استحقاقكم حقيقه. نتساءل اليوم بعد ما عرفنا اكثر من عراب اليك، المدارس الفنيه تختلف. نعم. والتاثر يختلف. نعم. بمن تاثرت وباي لون من الالوان العراقيه؟ كانت عندنا الاغنيه البغداديه، الاغنيه نعم. الريفيه، هذا البلد الزاخر. خلى تاثرك بوصلتك الى اي جهه تتجه؟ انا كنت كل شيء اسمع. كل شيء تسمع. كل شيء اسمع. الاغنيه البغداديه وهي هاي التسميات يعني طلقوها بصراحه ناس مو مهنيين طبعا. ولذلك هي صارت شنو الاغنيه البغداديه؟ يعني مثلا رضا علي يعني ابدع بالالحان، عباس جميل ابدع بالالحان، طالب قلوغلي ابدع بالالحان. هي مراحل. هي الاغنيه العراقيه هي وحده، ماكو اغنيه بغداديه واغنيه يعني هل تتشابه الاجيال بنتاجاتها؟ طبعا. الجيل السبعيني يشبه جيل هو الواحد المشترك واحد. مشترك واحد اللي هو الابداع. ما اختلفت اللهجه واللغه لا. وطريقه التلحين؟ لا ابدا. ما ابدا. الاختلاف هو تطور التقنيات بالتوزيع، بالحداثه. والا هسه يعني اكو اغاني لو تسمعها هسه مال الجيل الجديد اللي موجود، اغاني تحسها سبعينيه، 80 ستينات. بس شنو الفرق؟ انه اكو تقنيات التوزيع حديث الاشياء، والا هي اغنيه يعني نفسها. بعيدا عن هذه الاشياء، اذا اليوم نقول مثلا الراحل الكبير طالب القرغلي، الراحل الكبير محسن فرحان، ابو اديب ذكرناه طبعا، جعفر الخفاف، كاظم فندي، كثير من الاسماء. من تسمع الاغنيه طبعاً تميز من لحن الاغنيه ملحنها. اي بس روحيته ابداع. اي طبعا. بس هو اكو شيء يجمعهم الابداع. بس كل واحد عنده لون يعني. واكو طبعا ملحن هم احنا نذكره محمد عبد طبعا محمد محسن اللي من اجمل الملحنين طبعا. يعني ما صارت الفرصه انه ياخذ حيز من الاعلام العراقي، وهي بسبب طبعا السياسات اللي كانت في ذلك الوقت بذاك الزمن يعني. كثرة المتابعات لاغانيك نحس بكم كبير من العتاب بالكلام يعني بالكلام بالنصوص باللحن. نسمع مثلا يا اخوي مالك اشو قلبك جلد. هل تغيرت الاخوه في هذا الوقت؟ احنا عام 2022، هل تغير الزمن حتى بالصفات؟ لا، هو في كل مكان يعني في كل زمن لازم اكو سلبيات. يعني اكيد قبل 2000 سنه هم كان ناس مو زينين واكو ناس زينين، نفس الموضوع. بس الدنيا الان اختلفت بسبب الاعلام والسوشيال ميديا. انه انت قبل كان الخبر ينتشر عن طريق يعني صعب، بصعوبه ينتشر لان ماكو وسائل اعلاميه. الان الخبر ينتشر بلحظه بسبب السوشيال ميديا. يعني ظروف النص في يا اخوي مالك، هل كانت قصه حقيقيه؟ قصه كاتبها مطربها وملحنها؟ انا جسد مشاعر الشاعر، مشاعر الكاتب. يعني مو دائما، بس مرات اكو اشياء تمسني فاحبها. مثلي ممكن انا مر بهاي السالفه، بس انا مو كل الالحان اللي اسويها يعني هي قصتك الحقيقيه تمثل شخصيتي. يعني ماكو شيء يعني. طبعا يعني ما ممكن انه هذا الفنان كل اغنيه عنده سالفه. يعني هذا باص. يعني ماكو شيء. لكن يا اخوي مالك على مرور هذا الوقت والزمن اللي تغنت به واحنا لليوم نستذكرها، هذه الاغنيه وكثير من اغانيك اكسبايرها ما ينتهي، صلاحيتها ومداها طويل حقيقه، والدليل لليوم حافظيها ومحبيها. يا اخوي مالك اشو قلبك جالد، والليل كله يرجفني البريد. يا اخوي
ارحم بي يا انسان ارقد وانا البردان ما رحم بي يا انسان سير مكاني وشوف ايش اواني سير مكاني وشوف ايش اواني يا اخوي يا اخوي. تساءل في بعض الأحيان نجاحات الفنان تكون على ثالوث، كاتب نص وملحن ومؤدي. قوتك كانت في اللحن والأداء، يعني صارت الثالوث شخصين بس، أنت الملحن وأنت المطرب، ويكون كاتب النص. ونذكر الكبير غازي السعدي الله يرحمه. الله يرحمه. كبير طبعا، حقيقة شاعر هو يعني هو من آزرني بداية طريقي، ويعني ألف رحمة ونور على روحه، ويعني كتب لي من أجمل الأغاني. لو كنت في توقف الزمن للحظات مع الراحل الكبير غازي السعدي، هذا اللي أثرى النصوص الغنائية لكثير من المطربين بنصوص مميزة للغاية. طبعا حقيقة شاعر كبير. طبعا. شنو الكلمات بمواجهة الكاميرا ممكن تقول للغازي السعدي وانت اليوم متواجد ببغداد؟ كثير اغاني، يعني هواي اغاني يعني طاني اياها حلوه، بس انا اللي احبها من غازي انسى لا تفتكر مره، انسى لا تفتكر بيننا واترك اسباب الخصام اللي فرقتنا اثنين، من اجمل النصوص. انت عالم مستريح الخطا عندك صحيح وانا اعيش بوادي ثاني فرق شاسع بيده. هاي من اجمل ما كتب لي غازي. طبعا عنده نصوص كثيره كتب لي، بس هاي الاغنيه كانت هي شلون، يعني شلون تاريخك. يعني هاي اول اغنيه انا غنيتها، انسى لا تفتكر. انسى لا تفتكر غنيتها قبل عزيز. قبل عزيز اي بس عزيز اشتهرت يعني بالتصوير. بس انسى لا تفتكر اشتهرت ككاسيت، وما كانوا يعرفون شكل الناس، الشكل كانوا ما يعرفوه. وهاي من اجمل الاشياء اللي يشعر بها الفنان بالمتعه، يعني لما يستمتع انه الناس تسمع اغانيه وما يعرفوا. يعني هي كانت جواز سفرك؟ لا جواز سفري هي عزيز. لا عزيز طبعا. عزيز لين صورتها، بس انسى لا تفتكر ما مصورها. بس انا كنت افتر بشوارع بغداد، وكانت استوديو 10 اذا تذكرها، للكبيرة أمل المدرس طبعا الصحة والعافية لها طبعا. أستاذ على محسن طبعا، تحياتنا للأستاذ فائز جواد، ويعني كل ذول الناس كلهم فعلا يعني آزروني بالبداية. الأغنية هاي كانت يطلعوها بالإذاعة. افتكر مرة بالعلاقة بيننا واترك أسباب الخصام الفرقتنا اثنينا، انت عالم مستريح الخطا عندك صحيح، انت عالم مستريح الخطا عندك صحيح، وانا اعيش بوادي ثاني فرق شاسع بيننا، وانا اعيش بوادي ثاني فرق شاسع بيننا. المراقبين للشأن الفني في وقت عزيز بس بالاسم عندما غنيتها قالوا هناك ناقوس خطر بالنسبة للكثير من المطربين، شكلت فارق كبير بأداء مرعب، بلحن جميل جدا، بنص مكتوب بطريقة جميلة للغاية، فكانت انطلاقة مرعبة للآخر بأن ترى إجا مطرب حضر بالساحة قوي جدا. أنا ضد هاي الفكرة. ضد هاي الفكرة، لأن هو الفنان مبدع. شنو نقص يعني؟ يعني أنت هسه لما أنت فنان ومؤمن بقضيتك وعندك مقومات النجاح كلها وعندك الإمكانيات وعندك إمكانية، ما تخاف. بأن قصة كتابتها كانت بالصدفة، أنت رحت للأستاذ عزيز وصحت عزيز طلع لك قال لك عزيز بس بالاسم. لا مو هو هي اكو شيء، بس لا وهو عزيز شان يعني كان اكو خلاف بينه وبين
فناننا الكبير طبعا فيصل كاظم الساهر. ابو سام، نوجه له تحيه طبعا من طبعا خلال كل الحب قناتكم. والتقدير. فهذه بصراحه يعني عجبني النص، وهو كان ثائر يعني عزيز، عجبتني. وهاي الملحن لما يلقي نص حلو لازم باللحظه يلحنه، فأنا لحنته باللحظه. فهو قال لي عزيز بس بالاسم هاي، قلت له هاي اغنيه، فلحنتها حتى بالسياره يعني اتذكر بالسياره. حبيبي بس بالاسم مدلل بحزني، والمشكلة مو بالاسم هذا اللي كاتني. صدقني من ضيم ابتسم، من هم من قهري متحمل وساكت على ما ضاع من عمري. صدقني من ضيم ابتسم، من هم من قهري متحمل وساكت على ما ضاع من عمري. خليني يا خالي، خليني في حالي، خليني يا خالي، خليني في حالي. أتعذب وأتقلب، أتعذب وأتقلب، ما حد يشاركني. مصر الولادة بالأسماء من الملحنين والمطربين وكتاب النص التي أنجبت السيدة ومحمد عبد الوهاب وكثير من الأسماء اللي عبد الحليم لا تعد ولا تحصى. لازم تقول أول واحد بليغ حمدي. بليغ حمدي طبعا، العراب طبعا. الكبير. هم مو أنا شوف أنا ضد موضوع الأول وهذا والأول والثاني، ماكو، هذا إبداع. لذلك أنا ذكرت الأسماء بدون تسلسل. ما يخالف، مو أنا مو اكو قدم يكون بليغ حمدي. انا احترم لا القديم عبد الوهاب. عبد الوهاب طبعا، انا قلت عبد الوهاب. بس اكو مثلا بليغ حمدي، يعني بليغ حمدي سوى فشي، وعبد الوهاب هم سوى فشي، وصنباطي طبعا الاسامي الكبار، محمد الموجي. احنا ما نريد نبخس الناس اشياءها طبعا. بس اكو واحد ياثر بيك اكثر. من اللي أثر بك أكثر من بليغ حمدي. بليغ طبعا. شنو يعجبك بليغ حمدي؟ يعني ما أعرف، يعني حتى يشبهك؟ ما أعرف، يجوز أي ممكن أنا يجوز أنا ما أريد أصير عنصري بهاي السالفة، بس أنا أحب بليغ حمدي. بس عبد الوهاب يعني عملاق، صنباطي عملاق، محمد كلهم عمالقة. بس أكو ممكن يجوز الكيمياء او الابراج. شنو الصفه اللي تحسها قريبه انت بتشبهه بهاي الصفه؟ الموهبه قويه. يعني انت شلون تعرف الموهوب؟ من هو عمره بالعشر سنوات 9 سنوات تبدا الموهبه. اذا بعد ال40 تبدا الموهبه، هاي مو موهبه. حضراتكم جيل الحصار بين مطرقه سندان الحروب. انا ما احب هاي جيل الحصار، هاي يعني مع الاسف يعني جيل الحصار، لان كلش تاذينا بهذا الموضوع. طبعا اقصد على النتاجات الفنيه. وبعدتم عن الوطن العربي بنتاجاتكم. احنا كنا فقراء فنيا، فنيا وانتاجيا فقراء. يعني هذا اللي سويناه احنا بال91 او بال90 هذا كله جهد شخصي. لا دوله ساعدتنا ولا اي شيء، ما حد ساعدنا. احنا كنا نشتغل لان عندنا مبدا وعندنا ايمان بسالفه انه احنا نريد نشتهر ونصير ونشتهر عربيا حال بهذا الخصوص الفنانين. اريد اوصل لنقطه معينه. الصوت الطربي لدى مهند محسن، ليش ما اديت اغنيه مصريه في ذلك الوقت؟ احنا بنريد نوصل الى الوطن العربي، الكل غنى لمصر. نعم. من الحانهم بلهجتهم، حتى لو لحن من الحانك لكن باللهجه المصريه. راح اعطيك معلومه كلش مهمه. المطرب العراقي اذا يغني مصري ممكن يقدر يغني مصري. الاغنيه العراقيه هي من اجمل الاغاني العربيه. بس احنا مشكلتنا كانت انه ماكو ترويج للاغنيه العراقيه. الاغنيه العراقيه ولذلك شوف لما انفتح الاعلام والاغنيه العراقيه فتحت، حتى اكو شبابنا الجيل الجديد
وصلوا الاغنيه العراقيه بطريقه حلوه. مهم. ليش؟ لان اكو اعلام. مهم. الاغنيه العراقيه حالها حال الاغنيه المصريه بالضبط. اذا ترجع للسبعينات او للستينات. بس احنا كانت عندنا مشكله انه ترويج ماكو. ترويج. المصريين طبعا خبراء بهذه القضيه، خبراء الترويج وفنانين والتسويق. كبار ويعني هم يعني فنانين كبار ومروجين صح. اها. هم اللي سبقونا به مهم. انه الاعلام مالهم كان اقوى من اعلامنا. مهم. والا العراق 10,000 سنه طبعاً. يعني حضارة. يعني يقدر يسوي كل شيء. وشاءت الظروف ان اكو تطور وسوشيال ميديا. مهم. شوف الاغنيه وين واصله الان العراقيه، من اجمل الاغاني كلهم يحبوها. مهم. ليش؟ لان انت يعني مثل الطفل، مهم. طفل تسمعه اغنيه مهم. يتعلم عليها يسمعها يحفظها. مهم. فالتذوق هو تربيه. مهم. انت تتربى ببيت يسمعون شيء حلو، مهم. الطفل تصير اذنه مهم. حلوه ويتربى على هذا الذوق الحلو، ما يقدر يسمع شيء مو حلو. معنا لك في لقاء اللي هو ديو كان مع القيصر كاظم الساهر. حقيقة احنا نفرح، عندنا كاظم الساهر وعندنا مهند محسن، هذه الأسماء اللي نفتخر بيها، ذوق حقيقي. نعم. ملحنين كبار، بنيتوا نفسكم بطريقة بخطوات صحيحة وواثقة وصعبه جدا، وصعبة، في أي ظروف طبعاً. صعبة طبعاً. تنحتون بالحجر. طبعا. ولذلك من غنيت لا تحرموني منه في هذا الدويتو، المراقبين العرب تابعوا صوت طربي وأداء ولحظات من التجلي لا توصف. تأملوا بعد هذه الفترة بأن يتواصل المهند محسن بأداء عربي، اختفيت واخذتك الغربة. نرجع للدعم. مهم. نعم، نفس الموضوع. مهم. وانا سبق وان قلتها بلقاءات عده يعني. مهم. احنا ما كان عندنا دعم، ماكو دعم. بس مهم. اني وكاظم وعده فنانين كبار يعني. طبعا كثيرة من الأسماء. احنا هذا كله جهد شخصي. مهم. صدق. انت حبيبي شلونك بهاي الظروف، والله يوم ما اشوفك كل شي ما اقدر اشوف. المهم انت حبيبي شلونك بهاي الظروف، والله يوم ما اشوفك كل شي ما اقدر اشوف. اسمعوا رفضي وصرختي، لا تغصبوني، ما تمنعوني، لا تغصبوني، لا تمنعوني. هل كانت الغربة هروب؟ لا احنا عزلة؟ يعني انا راح احكي لك سالفه وحكيت لك اياها يمكن اول ما دخلت. انا لما دخلت بغداد شفت بغداد زينه وحلوه وكذا. انت لما بغداد بلدك يصير زين انت تصير زين. مهم. احنا هاي السبب، ولا شو نسوي بالغربه؟ مهم. ليش نطلع اذا بلدنا زين؟ ما اطلع اذا بلدي زين مهم. وبكرامتي وبعزتي وباحترامي وجمهورك الحقيقي واهلك وناسك. على شنو كنت تنظر من شرفة الغربة وانت ببيتك؟ شنو كنت تتباوع من النافذة؟ بس كنت محتاج الامان بس الأمان. اي طبعا. تبحث عليه كنت؟ طبعا الامان، والا الغربه هي صعبه. مهم. اكو اشياء سلبيه واكو اشياء ايجابيه. مهم. بس الامان كان احنا يعني ليش قلت لك لما رجعت لبغداد شفت بغداد حلوه مهم. وبها امان. هذا فرحني كلش. مهم. كلش فرحني. تخيلت يوم من النافذة بأن مرة ثانية راح تشوف دجلة وتشوف طبعاً. بغداد طبعا وانت بغربتك؟ طبعا مهم. لازم، لان هذا بلدك يعني. ما اعرف شلون اوصف لك يعني. اكو اشياء اني يعني مرات اتمنى اكون شاعر. مهم. اتمنى اكون شاعر حتى تكتب، اكتب تتغزل. اي طبعا. مهم. طبعا. بس انا اجسدها بالالحان. بالالحان تجسدها. نعم. محتاج اطير ويا الهوى، وصل على بلادي. وصل على بلادي.
هاي الأغنية من تلحنت وتغنت كانت ترافقها دموع؟ اي كان بها اكو ألم. أنا راح أقول لك معلومة. هل تعلم بأن سيد المسرح العراقي سامي عبد الحميد رحمه الله الله يرحمه طبعا، هذا فنان كبير، كان لا يستطيع سماع هذه الأغنية من التأثر الشديد، وكانت من أشد الأغاني بلقاء موثق، من أشد الأغاني اللي كان معجب بها. يعني اتشرف لان استاذ سامي يعني انا عندي ذكرى عظيمه وياه. مهم. كان اكو يعني مسرحيه وانا يعني كانت غنيت جزء. بيها قديمه طبعا، مهم. وكان هو المخرج، وانا اتشرف انه بتاريخي مهم. وبمسيرتي الفنيه سامي عبد الحميد الكبير سامي عبد الحميد. مهم. رافقتك الدموع بيها بالغناء طبعا تلحينها؟ اي طبعا، هي كانت يعني مرحله كلش صعبه، مهم. اكو ظروف صعبه كانت وما اقدر يعني كنت ارجع، فسويناها اني وطبعا هو يعني الهمني بيها الشاعر المبدع، وجه له تحيه فايق طبعا حسن. فايق حسن. وحرت شلون الحنها، مهم. يعني اغنيه صعبه مهم. بصراحه، أغنية صعبة. أرهقتك؟ لا مو أرهق، بس يعني أرهقتك نفسياً. ارهقتني شلون الحنها، مهم. شلون اوصلها للناس، مهم. لان اغنيه صعبه، مهم. ولذلك سويتها على بيانو وعلى عود، يعني ما اترهم حتى سويتها إيقاع. من مقام العجم؟ العجب إيه؟ العجم صارت. بس ماكو يعني ما حتى توزيع ما قدرت اوزعها، مهم. سويتها على البيانو وعلى العود، هي ورهمتي وفعلا نجحت يعني. توقفت حالف فيها في بعض الحظ يعني. الأحيان بمقطع من المقاطع توقفت ويا نفسك ما قدرت تكمل؟ لا كملتها كلها. كملتها كامل لان باللحن. اني من النوع اللي لما الكلام اذا يعني قوي وحلو مهم. احسه مثل النار، لازم اطفيه يعني مهم. الحنه حتى اخلص. مهم. اي نص يجيني مهم. احسه مثل النار يعني. محتاج اطير ويا الهوى، اوصل على بلادي ويا اذان الفجر يا محلى بغدادي. محتاج اطير ويا الهوى، اوصل على بلادي ويا أذان الفجر شقد حلوة بغدادي. الرحابنة أيضا نتاجاتهم العظيمة طبعا. شنو اللي جزء عجبك بيهم بنتاجاتهم؟ لا الرحابنة يعني هاي شغلة يعني استثنائية مختلفة طبعا. طبعا هذا جزء من يعني تراثنا العربي طبعا. واني يعني ست فيروز فشي عظيم يعني، ومو بس هي يعني اكيد اكو وراها فريق عظيم من كلمات يعني الرحابنة والملحن الكبير اللي اني في ليمون طبعا. هذا له جزء كبير للست فيروز يعني، طبعا. ملحن مهم طبعا، بس يجوز ماكو اعلام عليه تسليط يعني. الضوء عليه. اي ماكو، بس هو كان من يعني اهم الاغاني اللي طاها للست فيروز الحانها. هم في تعجبك ليمون تعجبك اغانيها؟ يا هي المقربة لك من اغانيها؟ هوايه، كل اغاني حلوه، كل اغانيها حلوه. تتفق بان اغانيها فقط تنسمع الصبح؟ انا اقول باي وقت ممكن. لا اعتادينا على سماعها في الصباح. هذا التعويض يعودونا عليه مثل كنا بالمدرسه. اي طبعا. أي تقعد يعني الصبح بالراديو تسمع مثل بالاذاعه. الواحد لازم يشرب حليب الصبح يعني شنو اشربه بالليل يعني شنو المشكله؟ ايش تنتظر من محطات الحياه؟ انتظر الشيء الجيد، انه لازم نسوي شيء، نسوي يعني بما انه الزمن اختلف والتقنيه صارت احسن. لازم نستغل الزمن، يعني الوقت قبل كان صعب، الوقت يعني بدل ما قبل يعني خلينا نقول بال80 بال90 قبل كانت الامور بدل ما تقدر بالبرنامج تسويه ب7 ساعات، الان نسويه بساعه. يعني نختصر الزمن. اختصار طبعا اكو عوامل مساعده قويه وامكانيات قويه،
لازم نستغل التقنيه الموجوده بالزمن. سبقك الزمن لو سبقته؟ لا، الزمن ما ينسبق. ما ينسبق الزمن طبعا ما ينسبق الزمن، لان احنا لحد الان ما واصلين سرعه الضوء يعني سرعه الضوء السالفه يعني. محمد عبد الوهاب هذا الكبير كان يوقت ساعته نصف ساعة زيادة عن الوقت، يعني إذا الوقت اليوم بالعشرة هو يوقتها 10:30. من سألوه قال لهم حتى أكون بموعد الوصول قبل نص ساعة ما يسبقني الزمن. اي طبعا هو يعني احترام الموعد، هذا هو قصده، احترام الموعد. بس الزمن ما شيء سابق. الزمن هو اصلا ما تعرف له يعني الزمن يعني حتى لحد الان ما يعرفون شنو هو شنو الزمن. يعني صعب ان الوقت او الزمن يعني صعب انه شلون يعرفوا، حتى يعني الوكالات العالميه ما يعرفون شنو الزمن. في بعض الاحيان نوقف الزمن في شيء واحد، هي الصوره، لقطه من الحياه تستذكر بها ذكرياتك. نعم. وين تحتفظ بهذه الذكريات؟ ذكرياتك المهمه تكتبها على الورق لو تخليها بداخلك؟ لا، الان اسيفها. تسيفها طبعا. لان الورق او الكتابه ممكن ان تحرف يعني. تحرف، لانه التاريخ هسه لو ترجع قبل 2000 سنه يعني ماكو تاريخ 100% يعني موجود حقيقي. بس لما اشوف صوره CV انه موجود، هذا اشوف يعني فلان هذا سوى هذا الشيء، هذا موجود صوره وصوت. ذكرت لي بان في بعض الاحيان تحاول بان تكون شاعر، تريد تكتب. انا اتمنى اريد اكون شاعر بس ما اقدر. لان الشعر موهبه. احاول اكتب مسيره مهند محسن ونتاجاته، اقول لك اكتب لي عنوان عن حياتك، وممكن اي كاتب اليوم يسمعنا من خلال هذا اللقاء يكتب هذه القصه ويسردها. شنو يكون عنوانك؟ صعب السؤال، صعب. ما يعني ما ممكن انا اجاوبك اياه بكلمه يعني. لان هذا يراد نقاش كبير هواي. عنوان قريب اليك، تقول ممكن هذا العنوان يشكل شيء بالنسبه لي قريب الي. ما يحضرني هسه اي شيء. ما يحضرني اي شيء، لان انت سالتني سؤال بعمق كبير، وهذا يراد له يعني تفسير وعمق. اي وانا ضد موضوع انه اكو لقاءات يقول جاوبني بدون ما تفكر. يعني ماكو شيء. تسالني سؤال لازم اجاوب على قدر، وهذا يعني سؤالك عميق، ولازم افكر به حتى اعطيك الجواب اللي يعني شلون يرضيك. ممكن ناخذه بنهايه اللقاء. خليني اسال سؤال ثاني، منو من اغانيك تشبهك؟ منو من الحانك يشبهك؟ تحس بان هذه الاغنيه هي مهند محسن تشبهني؟ ماكو اغنيه. ماكو اغنيه تشبهك؟ ماكو اغنيه تشبهني. الحانك ما تشبهك؟ لا، الحان تشبهني بس ككلام قصدك يعني. مو انا الكلام كله اخذه من الشعراء. بس اكو اشياء يعني بالبدايات كانت تمسني يعني كشاب يعني. يعني اغاني يعني شلون تمسني، حسيت بيها بوقت معين. بس انا ما اعتبرها هاي، لان تجربه يعني شلون اسميها بالبدايه ما بيها نضوج. فما اقدر يعني اخليها هسه بهذا عمري هسه. ذواتك اكتسبتها من اي بيئه؟ بيئه العراق. طبعا. صرف. والعراق مو سهل. العراق بيئه ومناخ كله شعر وغنى وفن وابداع. طبعا انا بيئتي. تعجبك الاغنيه الريفيه؟ طبعا. تربيت على هالذائقه؟ طبعا. الاغنيه الريفيه يعني بداخلنا متعمقه بينا، واصلا هي الاغنيه العراقيه هي الاغنيه الريفيه. هي الاغنيه الريفيه. طبعا الاغنيه الريفيه لان ماكو بغداديه بعدين جتي الاطوار بدت من الريف، بس هي الاصل الريف. من الريف. طبعا. اي مطرب يقدر يؤدي الاغنيه الريفيه؟ اي مطرب ممكن يؤدي الاغنيه الريفيه؟ لا طبعا صعبه جدا. صعب جدا. صعب. من اصعب الاطوار والاغاني الريفيه يعني هو الغناء الريفي. حاولت تؤدي فد يوم؟ وغنيت. شنو الاطوار اللي كان قريب لك؟ اي طور من الاطوار؟ الحياوي، المحمداوي، السويحلي، كلها اعرفها. مستطيل والشطيت وكلها. شطيت ذكرتي زين. ناي الحويجه حلوه. ناي الحويجه يخبل، هذا من اجمل الاطوار العراقيه. نقدر نسمع طور شيء لو صعب؟ ما محضرين انا. محضرين. نسمع بس نسوي
ما محتاج منك بعد مدة ايد، وقفت لوحدي وما ريت تتشايع، سد بابك عليك وما امرن بي، كل من مشى بدربه مبحر برايه، عرفتك ما تميز الزين من الشين، عرفتك ما تميز الزين من الشين، ولا مرة وقفت لصاحبك راية، مو قلت للنهر نصين، مو قلت لي مو قلت لي النهر نصين، نتقاسم نجيبه ونشرب بمايه، اشومرني العطش ما شفت جفك قام، ولا مرة وفيت بهاي الحجاية، عشت وردة تقول طباع يم الناس، عشت وردة تقول طباع يم الناس، جربتك لقيتك انت سلاية، اريد اعرف جواشيل جوده، سموم الغيب ما حملت خدوده، اريد اعرف جواشيل جوده، سموم الغيب ما حملت خدوده، يا بيت اهلك تهزهز من عموده، يا بيت اهلك تهزهز من عموده، عبنا يبيع بالغالي علي، هلا يا نور عيني ويا هلي، حبيبي من تمر سلم علي، هلا يا نور عيني ويا هلي، حبيبي من تمر سلم علي. نتساءل اليوم، يقال بأنك كنت مفتاح لانفتاح العرب على الأغنية العراقية بأغنية راشد الماجد العيون شلون عملها، اللي كانت من ألحان حضرتك، وأيضا كلمات غازي السعدي الله يرحمه، كبير غازي السعدي طبعا. كنت مفتاح نجاح؟ اي طبعا، يعني بديت بالموضوع، وهذا فالشيء يعني هاي فرصة حلوة صارت لي، و يعني كان عمل كبير وناجح، وبديت انه الاغنيه العراقيه بدت قام تنتشر بطريقه حلوه. ليش؟ لان كان مثل ما قلت لك الاعلام كان مغيب الاغنيه طبعا. فلما صار السقوط، المطربين الخليجيين بدوا يتحركون على الاغنيه العراقيه، لان كان الموضوع بسبب الظروف السياسيه اللي موجوده اثرت سلبيا، انه هم كانوا متحفظين من هذا الموضوع. فلما صار السقوط يعني اكو حاجز انتهى، فخابرني اتصل بي الفنان الكبير، اوجه له تحياتنا راشد الماجد. فاول واحد هو من كان جريء بهذا الموضوع، واتصل بي قال لي اريد اغنيه عراقيه يعني بهاي الفتره، وكانت فتره حرجه على فكره، هي كانت يعني في توتر كبير كان بالمنطقه، وغناه فعلا وسوى فشي حلو، وحالفنا الحظ انه الكلام يطلع حلو واللحن حلو والتوزيع، وطبعا وزعها الكبير شاكر حسن، اوجه له التحيه، الموزع المبدع الراقي والمبدع، يعني كلها ضافرت الجهود وسوت هذا اللحن ومشت، وبدت قام بعد يغنون، يعني شلون فتحنا بوابه كانت مفتاح للاغنيه العراقيه.
حلوة شايل جمال الكون وباليني بلوى. هالعيون شلون املها سحر ذوبني بغزلها. بوسة من عندك حبيبي تسوى عند الدنيا كلها. تسوى عند الدنيا كلها. نتحدث ايضا اليوم، ايش عجب ما شفناك يوم من الايام بلجان حكم، لجان التحكيم في البرامج الغنائيه؟ مو هذا الموضوع هم يراد للدراسه. دراسه طبعا. لو عرض عليك توافق؟ اوافق في حاله انه اكو برنامج راح يفيدني. مو اكو برامج يعني نزلت فنانين وصعدت فنانين. لان هذا الموضوع راح يدخل باطار الشخصيه. يعني انت الناس يشوفون الفنان بس يغني. هذا الموضوع مال راح تبين شخصية الفنان، راح تبين الشخصية. اكو ناس يحبون فنان لما يطلع بشخصية يقول هذا لو ما شايفه هواي احسن. يعني لو ما حاكي هواي احسن. هاي حقيقة طبعا. واكو واحد يعني كان يكرهوه مثلا فنان ولما يشوفه يحبوه. فهي سلاح يعني ذو حدين. ما تعرف لو يا اما ينجحك يا اما تخسر جمهورك. واكو فنان يعرف يتكلم، يعرف شلون يتصرف ويحسبها حساب صح. واكو فنان لا عايش على الهامش يعني. فهاي لازم حسابات ترى. حسابات. نعم. قلق حتى في هذا الموضوع باختيار لازم. لان انت يعني انت ممكن لقاء واحد يدمرك. وانت الناس يحبوك يعني كاريزما. كاريزما. اكو فنانين للمعلومه، اكو فنانين ما يطلعوا اللقاءات لان يعرف نفسه هو يعني شلون اوصل لك اياه، يعني ما يدبرها. فيقول لك انا باقي هيك شيء واحسن لي اغني والناس يحبوني، بس اطلع باللقاء افقد يعني الكاريزما مالتي والحضور مهند محسن، لو كنت انت اليوم ناقد لهذه اللجان، ايش قد نسب النجاح بهذه اللجان اللي تابعتها من خلال البرامج الغنائيه على صعيد الوطن العربي؟ ماكو مهنيه. ماكو مهنيه كانت؟ ماكو مهنيه. يعني عدا يعني مثلا الفنان الكبير كاظم الساهري يستحق ان يكون يعني يكون لجنه يعني. واكو فنانين هم زينين بس انا ما تحضرني هسه يعني. بس اكو فنانين يعني طلعوا يعني ما يستحقون يصيرون. متى يحق للفنان بابداء رايه وعدم مصادره رايه؟ لا، هو المصادره هذا انت مو من حق اي فنان يصادر راي الاخر، بس يعطي رايه. بس مو يجبر انه يقول هذا لازم ولازم. لا هي وجهات نظر، وبالنتيجه تبقى المهنيه والخبره والناس تعرف طبعا، وهم الفنانين يعرفون هذا منو وهذا منو. فيعني انا ضد موضوع انه يعني لازم ادرس الموضوع يعني. ولازم ويصير صعوبه اكثر عليك من ما انت فنان ولجنه. طبعا تكون متعبه. صعب. والفنان اذا ما محتاجها لا يسويها، يبتعد عنها. لا شو اللي بيها؟ يعني انت محتاج شهره حتى تصير لجان. اكو ضعف بهذا الموضوع طبعا. اكو ناس يعني يريد يكمل شيء بشيء. عندك شغف بمواقع التواصل اليوم؟ مو هواي. ما احب لان هذا اسراف بي هواي. اي الشائعات اللي ما تحبها بالحياه؟ التسقيط. اي تسقيط مو زين ومو حلو. تعرضت؟ لا انا الحمد لله الناس يحبوني يعني. يعني بس قليل يعني. تعرف هاي النفوس ضعيفه. اكو ناس يعني تحكي على فنان، مو بس علي يعني على كثير من كبار. الفنانين. ماكو فنان ترى يحبوه كل الناس. طبعا مصر لازم اكو يعني فنان يحبوه 3/4. لازم اكو ربع ما يحبوه. هاي بسبب يعني ماكو فنان يحبه يعني. هذا طبيعي. بس انا يعني اكره التسقيط. انه يعني واحد عنده جهد كبير وكذا حتى لو هو بسيط ما اسقط. اعطي رايي بمهنيه وحرفيه والباقي هو يمه. اذا يستوعب الموضوع يستوعب، ما يستوعبه بعد خلص. اذا كان في مصر ذكرنا عبد الوهاب والاسماء الكبيره التي خلقت ثوره كبيره في طبعا. الاغنيه فعلا ثوره. من صاحب الفضل على الاغنيه العراقيه، الملحن ام كاتب النص ام المؤدي؟
فريق كامل. فريق كامل طبعا ماكو واحد يقدر يسوي واحد يعني انا اذا ماكو شاعر انا ما اقدر تقدر تغني وتلحن، واذا شاعر وحده ما يقدر يعني مثلا على سبيل المثال انا دائما مره قلتها يعني نزار قباني شاعر كبير طبعا. نزار قباني يعني احنا قبل كنا نسمع اشعاره بس يعني ما مأثره بينا. لما اجى الفنان الكبير كاظم الساهر لما غنى الاغنيه وصلت للجيل الجديد بسبب الاغنيه طبعا بسبب اللحن. واللحن يعطي روح للكلام. حتى اغنيه البنفسج من تلحنت كانت ظروف النص كان صعب حتى يعني الاتباع صعبه البنفسج كل الصعبه كل الصعبه حتى في ابتكار لحنها. العبقري الراحل طبعا طالب القرغلي بابتكار وكانت كبيره جدا. طبعا يعني المفردات مو سهله. بنفسج ويا ليل وحنوانا حن من الاغاني العظيمه يعني الكبيره. هذه الاغاني المميزه. طبعا. متابع لكره القدم؟ احب كره قدم من ورا ميسي. من ورا ميسي تحبها بس؟ لا احبها يعني من زمان احب بس ميسي خلاني احبها اكثر. خلاك تحبها. احنا خلينا نحب الحكم اللي موجود في الساحه ويعطيك البطاقتين الحمراء والصفراء ويقول لك بوجه من يشهر مهند محسن البطاقه الصفراء وبوجه من تشهر البطاقه الحمراء. ما اشهر. ممكن تشهرها بوجه موقف مو بوجه شخص، تقول هذا الشيء ما احبه بالحياه اشهر بالصفراء والحمراء. هي اشهر مواضيع عامه بس الشخص ما. لا مو شخص. ممكن تشهرها على صفه ما تحبها. الكذب انا ما احب الكذاب. كذاب ما احبه. طيب الصفراء ولا الحمراء؟ لا الكذاب الحمراء. اي طبعا. انطيت كارتات حمر الكذابين بالحياه؟ لا انا من النوع اللي لما يجيني واحد ما اهتم لان عنده مشكله يعني عنده مشكله. هاي مشكله انه واحد ينافق او يكذب او يعني هاي مشكله. لان قلت لك احنا يعني الان ما نتحمل بعد هاي الاشياء. يعني لازم الانسان يكون عنده نضج ويتجاوز هاي الاشياء ويسوي الاشياء الحلوه والاشياء الايجابيه. انا نفس الموضوع حكينا. هذا النضج اللي تذكره حضرتك دائما الفنان يحتاج هذا النضج بالتفكير، لو في بعض الاحيان يحتاج مشاكسه الزمن ومشاكسه الوقت حتى يكون نتاجه. ما يفيد تشاكس ويوميه. اكو مواضيع يعني ما يعني راح تتعبك. يعني مثلا المعاتبه والواحد يعتب واحد يحكي بموضوع هو ماكو نتيجه به. بالنتيجه حلها الحل شنو؟ يعني الاختصار شنو؟ نحلها حتى نخلص، حتى انت تشوف حياتك، لان الحياه والزمن الحياه بعد ما بي يعني وقت انه هاي المشاحنات وهذا بعيد عن المشاحنات المعاتبات. اقصد بالنتاج الفني ممكن تشاكس باغنيه بنص بلحن أنا تقول انا هذه حشاكس بيها وممكن هذه الاغنيه تصير لا ترند. ما عندي هذا الشيء. انا قلت لك مو اذا تفكر بشخص وتغني وتفكر بشخص يعني راح تتعب. انت غني اللي تريده، انت تسوي ابداعك، بس اذا تفكر بشخص ثاني راح تلتهي به وراح يقل ابداعك ونتاجك. متواصل ويا الشباب كلهم اصدقائي. كلهم واكو اصوات حلوه واصوات جميله، بس لازم يختارون النصوص الحلوه وحتى تاريخهم، لان اكو اغاني ما راح تنذكر. انا من خلال السيرش مرات اسرج على معلومات اخذ اكثر حول اي موضوع. شاهدت لك ايضا حتى دويتو ويا الفنان الشاب عادل طلال، ايضا اكو بصوتك اغنيه من الاغاني. طبعا انا دائما يعني انت داعم للشباب. طبعا لازم. مو اني ليش سويت هذا الشيء احمد؟ لان انا شفت تجربه قبلها كانوا يعني كلش مأذينا قبلنا الفنانين الكبار، وهم بحكم يعني الزمن اللي هم بيه. الان الزمن احسن يعني افضل، الوقت افضل والنضوج اكثر، المعلومات للناس اكثر. فانا ما اريد اعيد التجربه مال اللي قبلنا. تريد تساعد الجيل الشاب. طبعا تساعد، لان احنا ما اريد اكرر شيء سلبي كان موجود. هل الاغنيه الحديثه او الاغنيه العراقيه بخير؟ طبعا الشباب لهم فضل اليوم وصولها عربيا ايضا. اي طبعا بلا شك اكو اغاني حلوه واكو اصوات حلوه، بس لازم يهتمون بالكلام وباللحن شويه، لان الناس تسمع. انت اكو عندك بضاعه ما موجوده، لما
بضاعة حلوة تجيبها من برا أو فشي حلو، الناس لما يشوفوها راح ياخذوها، بس هي البضاعة مو موجودة هاي. فأنا قصدي إنه الشباب عندهم أصوات حلوة، من أجمل الأصوات أصوات والعراق ولاد طبعا، ولاد ملحنين وشعراء وأصوات يختارون الكلام واللحن. أنت اشتهرت الآن وصرت وعرفوك الناس، الآن لازم تتنقى، يعني تنقي الأشياء الحلوة لأن تاريخك هذا. بهذا المنجز الكبير لبلد ولاد بكتاب نص ملحنين مطربين، عن ماذا نبحث في الأغنية؟ الإبداع، كله إبداع، فقط الإبداع. إيه الإبداع، يعني قصدي أنا أسوي أغنية الناس تستمتع بيها من خلال الكلمة، يعني مو كلام مو حلو، يعني اكو اغاني بصراحه يعني مو حلوه، يعني كلام مو حلو، يعني مو حلو ما يعجبك. لا مو ما يعجبني، انا ما يهمني، انا المتذوق، انا احسب نفسي مهند محسن كمتذوق لما اسمع الاغاني العاديه، مو اسمعك كمهند محسن الفنان، اسمعك كمتذوق عادي، ما تفيدني يعني الاغنيه مو حلوه ابدا، شو الكلام مو حلو. من ما يفيدك نسال بقضيه مهمه، ليش ما عندنا ملحنات بالبلد؟ ملحنات؟ لا اكو، بس ماكو فرصه. ماكو فرصه طبعا، اكو عازفات واكو يعني شاعرات يعني شاعرات عندنا. إيه طبعا. ملحنات اكو بس ما مطيهم فرصه. ما مطيهم الفرصه. هاي الذكوريه هاي معروفه. بما انه احنا ذكرنا الفرصه ماكو للملحنات، عندنا اصوات ايضا نسائيه مهمه بالعراق. طبعا اصوات جميله، بس هم نعطيهم فرصه، لازم هم فرصه طبعا، بس هسه موجودات، يعني اكو اصوات حلوه يعني وصلت عربيا طبعا، اصيل، رحمه، شذا حسون، بعد اكو هم صوت اسمه اسراء الاصيل، صوت جميل بس جدا. يرادلهم بعد يرادلهم نصوص حلوه، الحان حلوه. وهاي عندنا مشكله من يعني من زمان عندنا انه الاصوات النسائيه فقيره بالعراق بسبب المجتمع، انه يعني عادات والتقاليد اللي تحكم بان المراه. وحتى المطرب قبل كان صعب يقول انا مطرب، بس اختلف الزمن، اختلف الناس، قام يحترمون الفنان، قام يحبون الفنان، مثل ما بتركيا يقدسون الفنان. الفنان عندهم فشي يعني طبعا. تحب صفه الملحن لو المطرب؟ ما يجزئون هم اثنينهم، ما يتجزون اثنينهم، واحد مكمل للثاني طبعا، لان الملحن شيء مهم والمطرب شيء مهم. منو عندك يتفوق على الاخر، الملحن ام المطرب؟ الملحن طبعا، الملحن طبعا، يعني الملحن هو اللي يصنع الاغنيه، يعني هو المصنع. المطربي بس يجي يغني بس ياكل، يعني شلون تصنع انت، يجيب الشغله وياكل. بما انه خليني استثمر هذا الوقت، الشباب اللي موجودين طلبوا اغنيه سلطان قلبي، يلا نسويها. يا ريت، من اجمل الاغاني. يا ريت والله، اجمل الاغاني. يلا تفضل. ما اريد اغمض العين، رسمك يجيني، مدري انت رمش العين، مدري انت عين، ما اريد اغمض العين، رسمك يجيني، مدري انت رمش العين، مدري انت عين، وينك شريك الروح، شاركني همي، تشتعل بي النار واحرق بدم، مكان بالحسبان يهجر عز إنسان، مكان بالحسبان يهجر عز إنسان، في صدري حسرة عند بكر حقي، قولولي وين القاه سلطان قلبي، در على فرقاه رحمتك رب، قولولي وين القاه سلطان قلبي، نقدر على فرقاه رحمتك
اكرم كنا حبيب اثنين مثل الرمش والعين كنا حبيب اثنين مثل الرمش والعين هيهات ما انساك وليد وحبي قولوا لي وين القى سلطان قلبي اقدر على فرقاه احمد اكرم قولوا لي وين القاه سلطان قلبي اقدر على فرقاه الله الله على جمالك واحساسك، وايضا فرقتنا الموسيقيه اللي ابدعتوا. طبعا الوقت شكرا لهم طبعا اكيد يعني ابدعوا اليوم حقيقه في هذه الحلقه المميزه. انا متونس بوجودهم، بوجودك وبوجود الكادر الراقي، واشكركم على هاي الحلقه، وانا سعيد جدا لان وانا كنت يعني فعلا قلت بيني وبين نفسي راح تطلع حلقه مميزه جدا. وجودك طبعا انا اشكر حضورك لبرنامج حوار ونغم وتلبيتك الدعوه لهذه اللقاء وايضا هذا الحوار. نورتنا نجمنا العربي مهند محسن، يا رب التوفيق الدائم ونشوفك بهذا الجمال والعطاء المستمر والتواضع الكبير ويا كل الشباب وكل الاجيال. وشفنا الضحكه ما فارقتك من دخلت الاستوديو، وايضا حتى من خلال وجوههم ومن خلال يعني كل التفاصيل. نطلب من عندك قدمت لنا اللي نريده واكثر. طبعا احنا نقدم لقاء حلو للجمهور يفيده. انا ضد اللقاءات طبعا، بس لان شفت حضرتك بكم لقاء، شفت اكو حوار مفيد، احب اسوي لقاء يفيد الناس والجمهور ويفيدنا. اتشرف شهاده هذه. شكرا لك. شكرا ونورتنا. شكرا للكادر. شكرا لك. اذا فرقتنا الموسيقيه ايضا المايسترو حسين فجر والشباب، شكرا للفرقه الموسيقيه طبعا، تعبناكم اليوم استاذ حسين والشباب شكرا لكم. اذا مشاهدينا وصلنا الى مسك ختام حلقتنا اليوم من حوار ونغم. طبعا شكرا لهذا الكادر الكبير، مصورين صوت، اضاءه، وكل من ساهم بانجاح هذه الحلقه، وعلى اكثر الاخراج ياسر غزال. دائما نلتقي وياكم على حب الوطن، ونقول حذر بسوالفي، نقلة جدم صياد، واسأل خاطرك ما يوم جفلته. في مالك.